هحكي لك قصة النهاردة. أتحداك إنك لو فهمتها حياتك هتتغير. واحد قدامه جنينة قدام بيته، وكل جيرانه عندهم جناين. قرر إن هو كل يوم الصبح يصحى يسقي جناين الجيران ويشوف الزرع محتاج إيه، وعفوا لو لقى زبالة كمان بيشيلها يرميها. فضل يعمل كده كتير 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 لحد ما في يوم لقى نفسه جنينته مليانة زبالة والزرع ميت، وهو بقى تعبان لدرجة ان هو مش قادر يرعى الجنينة بتاعته. هو عمل ايه بقى في اللحظة دي؟ بقى منهار وزعلان وبيلوم جيرانه ان هو ليه ما جوش يرعوا الجنينة بتاعته، وليه هو كان مهتم بأرضهم وبيزرع لهم وبياخد باله من الورد بتاعهم وهم ولا حد فكر يقدم له حاجة. هقول لكم القصة دي بتتكرر في حياتنا كل يوم ازاي. انت كل يوم بتفكر تقدم للناس وتديهم اهتمام وتديهم حب وتديهم رعاية وتديهم كل حاجة، وبتبقى مستني تاخد ده منهم، وبتنسى ان انت مطلوب منك تدي ده لنفسك قبل ما تفكر تديه لحد. لانك مهما هتدي للناس وهتبقى مستني منهم مقابل، مستحيل حد هيرعى جنينتك زيك. فبدل ما انت عمال او انت عمالة تقولي اخليه يحبني ازاي، اخليه يهتم بيا ازاي، اخليه يرجع لي ازاي، اهتمي انت بنفسك. شوف ايه الحاجات اللي ناقصاك اديها انت لنفسك. بطل تدي رعاية للناس وانت ما بترعاش نفسك. بطل تدور انك ازاي تقدم للناس وانت ما بتقدمش لنفسك. لو ما راعيتش ارضك محدش هيرعاها، وساعتها هيتقالك محدش كان طلب منك حاجة، وهيبقوا عندهم حق. اهتم انت بنفسك، ادي انت نفسك الحاجات اللي ناقصاك. ساعتها ارضك هيبقى الورد فيها شكله حلو، وزرعك هيبقى شكله حلو، وكل اللي معدي من قدامك هيقولك الله، وهيبقى عايزك وعايز يقعد معاك. ساعة ما انت تهتم بنفسك، بصحتك، بشغلك، بفلوسك، بنجاحك، بعلاقتك بنفسك، واديت وقت ورعاية واهتمام لنفسك، ساعتها هتبقى بتبرق وبتلمع في عين كل الناس. لكن طول ما انت مستني الرعاية والاهتمام يجولك من بره، وانت هامل نفسك، هامل احتياجاتك، هامل ابسط حقوقك، هامل احترامك لنفسك، هامل حبك لنفسك، هامل علاقتك بنفسك، طول الوقت اللي هتحصده هو الإهمال، التقصير، الحرمان. فادي نفسك اللي انت محتاجه، ما تستنهوش من بره، وبطل تدي الناس على أمل انك تحصل من بره. ده مش هيحصل، وهيتقالك محدش كان قالك ادينا حاجة.